إيه هي الدنيا؟ قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. الأمثال اللي في القرآن محتاج تركز معاه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني مطر نزل أو السيل جاي فطلع نبات، وبعدين شوية النبات ده اخضر وبعدين اصفر وبعدين أصبح هشيما تذروه الرياح. كلمة إيه تذروه الرياح دي تحس إن إيه هي الدنيا بتروح كده. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. لعب ولهو وزينة، هي أصلا زينة متاع، وتفاخر بينكم. تفاخر إن كل واحد عايز إيه، أنا معايا كذا وأنا بلبس كذا وأنا ابني مش عارف عنده إيه. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهاكم التكاثر. كل واحد عايز زي ما أنت قلت وصل لمرحلة عايز يوصل لبعدها. ربنا سبحانه وتعالى قال كل ده إيه بقى؟ كمثل غيث. الغيث المطر شديد نازل بعد حاجة الناس ليه. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الزراع، كفار هنا معناه الزراع، فشافوا كده النبات وهو طالع مخضر وشكله حلو، شكله مبهج يعني. ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيجي بعدها على طول لما الإنسان يعرف الحقيقة دي ما يجريش بقى ورا الدنيا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.